dreams we have, the love we share, this is what we're waiting for. فما شكون حبيب شبشوب مدير المعهد العالي للدراسات العليا التجارية بصفاقس اللي يحتضن اليوم الدورة الرابعة للتجديف بجزيرة قرقنة، واللي نشوفوها الرياضة هذه فريدة من نوعها، من نوع اختيار الرياضة بحد ذاتها والموقع اللي تدور فيه المسابقات هذه بجزيرة قرقنة. نحب أستاذ حبيب ماذا بينا تحكي لنا في آفاق الرياضة هذه في المستقبل، كيفاش تشوفها على الصعيد المحلي، وكابا كان شو رايك فماشي نظرة باش تكون الرياضة هذه معمة نستقبلوا فيها كما نقولوا احنا الولايات الأخرى معنا هنا في المستقبل، تكون نادرة بحد ذاتها وتكون على الصعيد الوطني. تفضل. شكرا. الواقع هو المعهد الدراسات التجارية العليا بصفاقس معناها تأكد على تنظيم التظاهرة نتاع التجديف كل سنة في نفس الفترة حسب تقريبا كيكا معناها في جزيرة قرقنة. معناها هي الواقع فرصة بالنسبة لنا احنا كمؤسسة جامعية انه الطلبة نتاعنا يكونوا كفاءات أخرى بقطع النظر على الكفاءات التقنية البحتة، معناها وهذه تخليهم فرصة باش يتواصلوا مع بعضهم، يتواصلوا مع طلبة المؤسسات الأخرى، معناها عن عدة مؤسسات من جامعة صفاقس اللي مشاركة في التظاهرة هذه. الاختيار نوعية التظاهرة هذه بحكم أنه معهد الدراسات التجارية العليا بصفاقس هو في طريق سيدي منصور اللي هو معناها قريب من البحر، لذلك معناها خيرنا أنه يكون اختيار رياضة اللي هي تمشي مع تتناسب مع الجانب هذاك.
بارك الله فيكم جماعة الكل. بون احنا تو وصلنا والحمد لله للدورة الرابعة معنا في التظاهرة متاع التجديف. كيف نقارنوا الدورة الأولى مع الدورة الرابعة هذه معناها الحمد لله نقول اللي on a vraiment évolué. هذاك معهد الدراسات التجارية العليا بصفاقس معناها في التصور متاعنا انه الطالب ما هواش هو طالب اللي جيست يدخل صالة ويدخل يلقى استاذ ويلقى سبورة. طالب عندنا في الاتش سي يلقى التوازن متاعه بكل الجوانب، بجانب الرياضي، بالجانب الثقافي، بكل الجوانب اللي يخليه معناها يتطور وان شاء الله يكون في مواقع متاع قرار نهار اخر ان شاء الله. ما غير ما نطول عليكم نشكر معناها شكر خاص بالنسبه للسنا على خاطر احنا العاده لي اتش سي اورغانيز براتيكمون كوم انستيتيسيون لا مانيفيستاسيون. سنا وقعت اضافه معناها الفو لو ريكونيتر، وقعت اضافه معناها نادي فريدوم يعطيهم الصحه مشكورين معناها على الاضافه نتاعها في من ناحيه خاصه التنشيط للتظاهره هذه، ومشكورين لكل المشاركين معناها شكر خاص للجامعه التونسيه للرياضه المدرسيه والجامعيه، للمندوبيه الجهويه للشباب والرياضه، معناها كل المتدخلين اللي يعاونونا على تنظيم التظاهره هذه، وبارك الله فيكم الناس الكل. شكرا سي الحبيب. ونحيل الكلمة الآن للسيد أيمن بن ضياف ممثل الجامعة التونسية للرياضة الجامعية. تفضل. بارك الله فيكم. أنا في الحقيقة في البداية نحب نشكركم طلبة المعهد العالي للتجارة العليا بصفاقس وكافة الطلبة اللي شاركوا في التظاهرة هذه، لأنهم في الحقيقة الطلبة اليوم كانوا هما ليزاتليت، كانوا الكوميتي دورغانيزاسيون، كانوا هما لي زاكتور برينسيبال اللي موجودين في التظاهرة هذه. في الحقيقة حضور الجامعة اليوم في الدورة الرابعة لتظاهرة التجديف هي بداية لدعم متواصل إن شاء الله في رياضة التجديف أو في الرياضات الأخرى. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. شكرا سي أيمن. والآن نمر للإعلان عن نتائج المسابقة والتظاهرة ويعطيكم الصحة. المرتبة الأولى حصلت عليها سي منير. الكلمة المندوبية قبل الإعلان عن النتائج. على كل حال بارك الله فيك. شرط الإعلان عن النتائج. المرتبة الأولى بالنسبة للإناث حصلت عليها الطالبة عروسية حسن بتوقيت 56-34 ثانية من المعهد العالي للبيوتكنولوجيا. الجائزة الثانية من نصيب الطالبة سهير الحاج ساسي التوقيت 57-31 المدرسة العليا لتقنية الصحة. مبروك يا حياة قلبي، مبروك يا حياة قلبي، مبروك جائزة الثالثة من نصيب الطالبة منال البحري من معهد الدراسات العليا التجارية التوقيت 80.
نصيب معهد البيوتكنولوجيا. الكاس الثانية حصلت عليها المدرسة العليا لتقنية الصحة بالنسبة للفتيات. المدرسة العليا لتقنية الصحة. مروا للذكور. بالنسبة للكاس، كاس المرتبة الأولى تحصل عليه معهد الدراسات العليا التجارية. كاس المرتبة الثانية حصل عليه كاس المرتبة الثانية من نصيب معهد التمريض. أخيرا كاس التنظيم من نصيب معهد الدراسات العليا التجارية. وهو كاس سلمتنا إياه الجامعة التونسية للرياضة الجامعية، ونشكر ممثل الجامعة. توا وخياني نربحوا الوقت على خاطر يدام فينا الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الدورة اليوم بصراحة كانت دورة تعتبر ناجحة رغم اللي تم بعض الصعوبات خاصة بالظروف اللي صارت فيها المسابقة، كون احنا مرتبطين بالمد والجزر تاع البحر، والتوقيت معناها كيف خسرنا شوية على خاطر احنا مربوطين زاد بالرحلات البحرية للود. ورغم هذايا فإن التظاهرة بصراحة كانت ناجحة من ناحية الكم والكيف مقارنة بالدورة السابقة. المشاركة كانت مكثفة والطلبة كانوا مهتمين لهذه الرياضة، وهذا الجانب اللي يحسب للمؤسسة اللي هي مؤسسة بصراحة جامعية اهتمت بهذه الرياضة وأعطت فرصة للطلبة باش يكتشفوا هذه الرياضة، وإن شاء الله معناها ينسج على منوالها مؤسسات أخرى باش يعرفوا برياضات أخرى غير معروفة، معناها رياضات أخرى غير مألوفة غير الرياضات الجماعية المعروفة. وبارك الله فيهم الناس كلها على هذا الاهتمام. شكرا.